ليش البنية تبكي أكثر من الولد؟ تعال ايش قد تعون؟ ايش قد تبكن؟ ايش قد تصرفون دموع؟ ما تقولوا لي. شوف، البكاء اولا حاله من رب العالمين انه تريحك، تخليك من تحزن ما تفقد شعورك، بحيث من تبكي يعني راح تحس بالراحة، تحس انه انت هديت بنسبة 50%. فاحنا بالعواطف وبالحزن وبالفرح راح يصير عندنا حالة البكاء على مود نفسيتنا ترتاح. فدائما انصحك تبكي من تكون مخنوق، لان اذا ما بكيت احتمال راح تسوي شيء بنفسك. دائما اذا تلاحظون اللي عندهم امراض نفسيه ما يبكون، يعني تلقاه هيك دائما معقد. هذا القتله كلهم هيك، لو يبكون كان ما سووا هاي سوالف الجرائم. دائما المجرمين ما يبكون. زين ليش البنات يبكن اكثر من الرجل؟ السبب انه البنات حساسات وعاطفيات زياده عن اللزوم. ومو بس هاي، نفسيا البنيه تتعلم البكي قبل الولد. شلون افهمك يعني؟ والله ما ادري شلون. البنات دائما يكونن اهلهن شادين وياهم ومانعيهم من كومه شغلات، عكس الولد اوقات الفرح مالته تكون دائما هواي اكثر من البنات. يعني بين قوسين يعني يعاقبوها اكثر من يعاقبون الولد. بمجتمعنا دا احكي بشكل عام، هو البكاء صحي للانسان وابد ما يعتبر دليل على ضعفك. دائما اشوفهم يكتبون بالتعليقات انه يشوفون فيديو مال ولد قاعد يبكي يكتبون خطيه رجال ونزلت دموع، ايش قد صعبه. شابعين البنات دق وانتو بس تبكون خطيه فدوه. شنو فرقك عن البنيه يعني؟ انت مثلا شنو مثلا؟